مرحبا بكم مشاهدي قناه كود 212. اليوم غادي ندخلوا لقلب واحد العاصفه اللي كتهدد كل بيت مغربي. واش الزواج هذا الرباط المقدس اللي كبرنا كنامنوا به حول في هذا الزمان لمغامره انتحاريه؟ انت اللي كتفرج فيها اللي باقي بوحدك، واش عندك الشجاعه تحط يدك في يد شركه الحياه وتواجه وحش الغلاء وشبح الطلاق؟ والاهم، واش القوانين ديالنا كتحمي العش الزوجي ولا كتزيد تحطمه؟ غادي نجبدوا الهضره من الاخر بلا زواق. الزواج اليوم ماشي حلم وردي، الزواج اليوم صراع البقاء، وحش الغلاء يلتهم الاحلام. اكبر ضربه كيتلقاه الزواج في هذا الجيل هي ضربه المال. الرجل محاصر. انت كشاب اليوم كيفاش غادي تجرأ تقول انا راجل ديال دار؟ راه اللي كيشعل النار في الجيب، الماكله الزوينه ولات للطبقه الميسوره. الراجل اليوم ماشي ما باغيش يتزوج، راه محاصر، كيشوف راسو عاجز يوفر الحد الادنى من الكرامه لمراته وولادو، وهذا الاحساس بالضعف كيقتلوه قبل ما يبدا. المراه الخائفه، المراه المغربيه اللي كتحلم بالاستقرار والامان اليوم كتفكر 1000 مره قبل ما تقول نعم. هي ما كتبغيش الفشخره، هي كتبغي الستر، ولكن كتشوف الواقع وكتقول واش الراجل براتب قليل قادر يوفر لي الستر في ظل هذا الغلاء؟ الخوف من الفقر والعيش تحت الضغط المادي ولاو هما اللي كيحكموا على القلوب. لماذا الجفاف العاطفي؟ بزاف ديال الازواج كيقولوا الطلاق جا بسبب عدم التفاهم، ولكن الحقيقه المره هي ان اسباب الطلاق متعدده، منها عدم التفاهم وعدم الانسجام وعدم الحوار، زيد عليها قله التدين وقله الاخلاق والتربيه. مدونه الاسره سيف ذو حدين. هنا كاين الجزء اللي كيشعل النار النقاش في كل دار مغربيه. مدونه الاسره، واش جات تحمي الاسره المغربيه ولا جات تهدم الاسره المغربيه؟ الرجل المتوجس، الشاب المغربي اللي ناوي يتزوج اليوم ما بقاش كيفكر غير في الحب والسعاده، راه كيحس باللي داخل لمعركه قانونيه، كيخاف من القوانين الجديده، كيخاف من سوء النيه اللي تقدر تخليه يخسر كل شيء. بزاف ديال الرجال كيتسائلوا واش المدونه كتحمي الزوجه على حساب تهديم مستقبل الزوج؟ هذا التوجس هو اللي كيقتل الثقه قبل ما تولد. المراه المطالبه، المراه المغربيه اللي كتسمع على حقوقها وتطالب بها بعض الاحيان كتلقى راسها في صراع مع رجلها بسبب المدونه. هي باغيه الحقوق ديالها المشروعه، ولكن واش الوصول لهذه الحقوق كيجي على حساب تهديم البيت؟ بزاف ديال العيالات كيقولوا المدونه مازال ما عطاتنيش حقي كامل. هذا الصراع على الحقوق هو اللي كيخلي العوض على الله في بزاف ديال العلاقات. الزواج ليس قانون، الزواج ماشي ماده في مدونه الاسره. المشكل الحقيقي ماشي في القوانين اللي كتنظم الطلاق، المشكل في الاخلاق المفقوده والتربيه الناقصه اللي ما بقاتش كتعلمنا باللي الزواج هو مسؤوليه وتضحيه، ماشي ورقه نلعبوا بها. معركه الزواج مشروع الابطال لا الضعفاء. صافي دوين على وحش الغلاء، دوين على مدونه الاسره، دابا جا وقت الجواب الصريح. واش الزواج في هذا الزمان فكره زوينه؟ غنقول لك بكل جرأه نعم، ولكن ليس للجبناء. الزواج اليوم هو مشروع الابطال، الزواج هو تحالف استراتيجي ضد الازمات. نسى داك الشيء ديال هو اللي يصرف وهي اللي تجلس في الدار. الزواج الحقيقي هو انك تختار شريك يولي معاك حليف استراتيجي ضد الغلاء، اللي يوقف معاك ويقول لك نخدموا بجوج، نتعاونوا ونبتكروا حلول باش نعيشوا بكرامه. التضحيه المتبادله هي اللي كتصنع قصر الحب ماشي الفلوس. الزواج حصن منيع ضد العواصف. الزواج الحقيقي هو انك تختار شريك اللي يولي معاك حصن منيع ضد قساوه الحياه، ماشي تختار شريك باش يدير معاك حرب بارده على الحقوق في المحاكم. خاصكم بجوج تكونوا كتله واحده ضد البطاله، ضد اي قانون يقدر يفرقكم وضد اي كلام ديال الناس يقدر يهدمكم. الزواج هو اراده البقاء. الطلاق ولا موضه، حيث اراده البقاء ماتت. الناس ما بقاتش باغا تصبر على الشدائد، ما بقاتش باغا تنازل على الانا ديالها، ما بقاتش باغا تخدم على راسها باش تنجح علاقتها. الزواج مشروع العمر وكيتطلب شجاعه باش تكون راجل بمعنى الكلمه، وقوه باش تكون امراه سند حقيقي. امتى كينتصر الحب على وحش الزمان؟ واش الزواج فكره زوينه في هذا الزمان؟ نعم، الزواج فكره زوينه فقط اذا كان الزواج مسؤول، مبني على تحمل المسؤوليه الماليه والمعنويه بالمشاركه. زواج تضحيه مبني على التنازل عن الانانيه وعلى العطاء بلا حدود من اجل نجاح المشروع. الزواج مبني على الاخلاق والدين اللي ما كيحتاجش المدونه باش تحمي الحقوق، حيث الاخلاق والقيم هما اساس الحمايه والثقه. ما تخافش من وحش الزمان، الزواج الحقيقي كيتبنى بالنيه الصادقه ماشي بالبنكه العامره. اختار الشريك الصح وكونوا بجوج ابطال وغتشوفوا بلي الزواج راه اجمل مشروع في الدنيا. سؤال كود 212 ليكم، انت كشاب او شابه شنو هي الصفه الوحيده اللي غتخليك تقول هذا الشريك هذا هو اللي غنواجه به الحياه القاسيه وغنبني معاه بيت سعيد؟ جاوبونا في الكومنتيرات، ديروا لايك وابوني وبارطاجيو هذا الفيديو باش كلشي يفهم بلي الزواج راه تحدي ولكن فيه حلاوه عظيمه ونجاح كيستاهل. وتفرج في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.